السلام عليكم كل متابعين قناه الاعزاء، يا رب تكونوا بخير. انا عادل الولي ودي قناه شوارع معلم اسكندريه. موجودين فين؟ موجودين في منطقه جميله جدا على البحر امام منطقه جليم، وخلفنا او كده امامنا منطقه سبا باشا. منطقه سبا باشا اللي امامنا ما بين ستانلي وما بين جليم. منطقه جليم اللي امامكم سموها جليم ليه؟ سمت على اسم الخواجه اليوناني الجريجي جليمو نوبلي. جليمو نوبلي كان احد اعضاء بلديه اسكندريه اللي هي حاليا محافظه اسكندريه. امامنا شاطئ جليم العام وشاطئ جليم الخاص. الكافيتريات شاطئ جليم من الشواطئ اللي فيها مرسى لمراكب الصيد، الفلاك الصغيره والدناجل موجوده هنا، ولكن احجام الدناجل والمراكب الصغيره مش زي الانفوشي، طبعا مش زي ابو قير، هي مراكب على قدها يعني. امامنا ايضا من العلامات اللي ظاهره امامنا فندق سان ستيفانو وفندق بلازا وقصر عزيزه هانم فهمي في منطقه زيزانيا. امامنا منطقه يعني بالترتيب كده ستانلي امامنا، ثم سبا باشا. سبا باشا اول مدير للبوسطه الخديويه، جليم، زيزانيا، سان ستيفانو، ثروت، لوران، الى ان نصل بقى الى سيدي بشر ابو قير. الكافيتريات اللي امامكم ده مشروع اسمه جليم باي. جليم باي كان زمان اللسان ده تم انشاؤه في عهد المرحوم عبد السلام المحجوب، ايام ردم البحر وتوسعه البحر، توسعه شارع البحر او شارع الكورنيش. اللسان ده في البدايه كان حاجه جميله جدا، حاجه فوق الروعه. كان ممشى للجمهور في الشتاء. هنا كان زمان ايوه زمان هنا على الشتاء في اللسان ده، نهايه اللسان كان الموج كده ينعنشك. ثم تم الاستيلاء عليه عن طريق التيتو برياردو، رجل اسمه تيتو بلياردو، استولى على اللسان واستولى على حوائط اسكندريه باعلاناته. وفي يوم وليله الحمد لله تم تكسير وازاله تعديات التيتو بلياردو ورجوع الممشى واللسان لينا. ولكن زي ما انتم شايفين حاليا هذا المشروع كافيتريات دور ادوار، يعني دور اول ودور تاني. حجبت الرؤيه، يعني احنا كنا هنا من مكاننا هنا كنا على مدد الشوف يظهر امامنا قصر المنتزه وجناين المنتزه واسوار المنتزه، لكن للاسف المشروع ده له ما له وعليه ما عليه، ولكن ما عليه ان هو حجب الرؤيه ما بين هنا، عزل المنطقه عن باقي شرق اسكندريه. منطقه جليم من المناطق الجميله جدا على البحر، وفي جليم على الترماي. يعني امامنا كده شارع مصطفى فهمي من اشهر شوارع منطقه جليم. مصطفى فهمي كان محافظ اسكندريه في وقت من الاوقات. شارع مصطفى فهمي يتقاطع معه الترماي، ثم يتقاطع معه شارع ابو قير. شارع ابو قير امتداد لشارع جمال عبد الناصر. خلف شارع ابو قير بقى في بكوس طبعا منطقه شعبيه، هي في الاساس اسمها باغوس باشا. طبعا في اقاويل كتير على الفيسبوك اللي هو بكوس اله الخمره والممره. لا هي اتسمت على شخص اسمه باغوس باشا، كان يمتلك اراضي كثيره وممتلكات في هذه المنطقه، اسمه باغوس باشا، فتم تحريف الاسم من باغوس الى بكوس. ايضا مباني كليه الفنون الجميله موجوده هنا في شارع مصطفى فهمي. شارع طبعا منطقه زيزانيا مشهوره بقصر عزيزه هانم فهمي اللي تم تصوير فيها فيلم ابن القنصل. عزيزه هانم فهمي بنت علي باشا فهمي كبير مهندسين القصور الملكيه. امامنا فندق بلازا وفندق سان ستيفانو. كان هنا زمان في كباين اسفل الصوره او على شمال الصوره، ولكن تم ازالتها. نتمشوا شويه كده معانا
ولكن اتمنى لو حضراتكم اول مره تتابعونا تشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد نزلوا اسكندريه. الاهم ما تنسوش الاعجاب للفيديو من الاسفل. جليم منطقه جميله طبعا، كافيهات كلها على البحر، اشهر المطاعم، محلات الاساس، جيلاتي لبنان، اشهر لوحه اعلان على البحر كلها هنا فوق جيلاتي لبنان. المصيف بدأ ولكن على استحياء، ما زال في امتحانات، ولكن ضيوفنا وصلوا بالسلامة على دماغنا من فوق. المصيف لم يصل إلى ذروته إلى الآن. كل بيفكر نفس التفكير، يقول لك ايه الحق بدري بدري قبل ما الدنيا ما تبقى زحمة، ولكن الكل بيفكر نفس التفكير. اللي كانوا بيسألونا النهارده ينفع يجوا معاهم بوصه عشان يصطادوا، اهو كله بيصطاد بالبوصه عادي جدا. تجيب معاك بقى الطعم بتاعك، شوف هتجيبه معاك ولا تشتري من هنا، كله هنا متاح. الذره، تخيلوا كوز الذره ب 10 جنيه، كوز الذره ب 10 جنيه. يعني مالناش دعوه يا محمد. في هنا نفق مصطفى فهمي من الجهه الشمال لاقصى اليمين. امامنا شارع مصطفى فهمي، لشارع ابو قير، لمنطقه باكوس، لمبنى الاذاعه والتلفزيون. نهايه شارع مصطفى فهمي من على شارع ابو قير وانت داخل على باكوس في مبنى الاذاعه والتلفزيون اللي كان من املاك الامير عمر طسن امير اسكندريه. السرايا او القصر اللي حاليا مكانه في الاذاعه والتلفزيون اسكندريه قناه الخامسه من املاك امير اسكندريه عمر طسن. شاطئ جليم، قاصد كريم امامنا. قاصد كريم بدل ما تقول له مثلا نزلني جليم قول له نزلني قاصد كريم. قاصد كريم طبعا محل يعني، لكن متعارف عندنا في النزول يقولوا ايه في المشروع نزلنا قاصد كريم. طبعا كافيهات، كافيتريات، المطاعم السوري طبعا متواجده في كل مكان. لهم منا كل الاحترام والتقدير. امامنا منطقه زيزانيا، ثم منطقه سان ستيفانو، ثم منطقه ثروت، ثم منطقه لوران، ثم سيدي بشر. بطاطا، قصر عزيزة هانم فهمي. هنا وقف او تم تصوير مشهد للراحل الجميل رحمة الله عليه الفنان خالد صالح. هنا تم تصوير مشهد خالد صالح مع احمد السقا. هنا تم تصوير مشهد من فيلم ابن القنصل. امامنا فندق بلازا المظلوم، ثم فندق سان ستيفانو. قصر الصفا من القصور ايضا المظلومه في شهرتها قصر الصفا. وفندق بلازا، فندق بلازا قليل جدا حتى عندنا في اسكندريه اللي يعرف فندق بلازا. قصر عزيزة فهمي مساحته كبيرة جدا بسم الله ما شاء الله. جليم بي. في نهاية جولتنا اتمنى اكون اسعدناكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمة. اتمنى لو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا فيها، فعلوا زر الجرس علشان كل جديد عن اسكندرية يوصل لكم. الان ما تنسوش الاعجاب بالفيديو من الاسفل.